أهلا يا جماعة. النهاردة معانا دراما كورية مختلفة تماما، قصة مليانة غموض، خيانة، انتقام، ومشاعر متقلبة بين الحب والسلطة. ورا الواجهات الفخمة والعيلة الغنية في أسرار سودة محدش يعرفها غيرهم. حياة شكلها مثالية، بس في الحقيقة كلها كذب وألعاب خطيرة. استعدوا تشوفوا عالم كله وجوه مزيفة، وحكاية كل خطوة فيها محسوبة. يلا بينا نبدأ. بيبدأ الفيلم مع ست كانت لابسة بلوزة جذابة، كانت عايزة تفاجئ جوزها في الأوضة، بس ما كانتش عارفة إن جوزها في الوقت ده كان بيلعب لعبة مع عشيقته. الزوجة وقفت مصدومة كام ثانية، مش قادرة تستوعب إزاي العشيقة دي أحسن منها أو ليه اختارها. لكن قبل ما تدخل، الحراس اللي بره الباب كانوا سامعين كل حاجة، وشوشهم نشفت من التوتر، قاعدين يمضغوا لبان ورا بعض. بطلتنا اسمها وانسو، زوجة رجل أعمال كوري مشهور جدا، كمان هي سفيرة نوايا حسنة لكوريا الجنوبية. كانت بتتكلم في مؤتمر قدام الناس علشان تكشف التصرفات اللا إنسانية لبعض الدول اللي بتخوض حروب، وتحكي عن معاناة الناجين. طلبت من مجلس الإدارة يتدخل ويساعد، وهجمت اللي بيدمروا السلام. بس أول ما المؤتمر خلص، السكرتيرة جريت تبلغها إن أمريكا بعتت إيميل تهديد، لو فضلنا نهاجمهم هيبدأوا عملية اغتيال. السكرتيرة نصحتها تهدي وتفكر كويس، ولو لزم الأمر تلغي الرحلة الجاية. لكن وانسو ما خفتش، أمرت السكرتيرة تنشر جدول الرحلة للعامة. في الناحية التانية، دويون، واحد من رجال الأمن، كان بيحقق في قضية قديمة ولقى إن موت زميله ليه علاقة بقاتل اسمه بانج بانج. آخر حاجة سمعها منه قبل ما يموت كانت الجملة دي: الورد اتسلم للمحل. من ساعتها دويون بيحقق لمدة 3 شهور لحد ما لقى خيط يوصل للحقيقة. بعد كام يوم لما وانسو وصلت الفندق، كان في قناص مستنيها من بعيد. دويون سمع صوت الطلقة وحس إن القاتل هو نفسه اللي بيدور عليه. اتحرك فوراً لحمايتها ورد بإطلاق نار. خدها بسرعة وركبوا عربيتها وهربوا. فضلوا سايقين لحد ما العربية دخنت ووقفت في نص الطريق. وأثناء ما دويون بيصلح العربية، اكتشف جهاز تتبع جنب الموتور، يعني لسه في خطر. فاقترح يروحوا بيته يستخبوا شوية. وصلوا بسرعة لما بيت دويون. قال لها تكلم حد تثق فيه، بس من غير ما تقول مكانهم. بعد ما استقروا، دخل الحمام ينظف جرحه، وكان الدم نازل وهو مش قادر يربط الضمادة لوحده. لما شافته وانسو، قامت وساعدته في علاج الجرح، وهو كمان مسك فوطة مبلولة ومسح الدم اللي على وشها. المشهد اتغير، وبعدين وانسو اتبعتت للقنصلية الكورية. جوزها اطمن جدا لما عرف إنها بخير. في الوقت ده، رئيس الأمن راح القنصلية يعرف إيه اللي حصل، وهناك اكتشف إن الشاهد هو دويون. تقابلوا بالليل واتكلموا عن القضية القديمة والوردة اللي دايما بتظهر في كل حاجة. تاني يوم، وانسو عملت مؤتمر صحفي وكشفت فيه عن الإيميل التهديدي اللي جالها من أمريكا، لكن تصرفها ده زعل حماتها جدا. وفي المساء، علشان يشكروا الناس اللي ساعدوهم، وانسو وجوزها نظموا حفلة فخمة. قبل ما يدخلوا، جوزها قدم لها الحارس الجديد دويون. اتبصوا لبعض من غير ما يعرفوا إنهم كانوا مع بعض قبل كده. بعدين وانسو شافت جوزها مع واحدة تانية في موقف تاني، لكن المرة دي ما تعصبتش. قالته يخلي باله علشان الصحافة ممكن تصورهم. وفي نفس الليلة، حضرت حفلة خيرية معاه كأن مفيش حاجة حصلت، ورقصوا قدام الضيوف بابتسامة مزيفة. بالليل، حماتها استدعتها الأوضة ورمت الجرنان وراها وهي زعلانة، ووانسو فضلت ساكتة وما قدرتش ترد على تصرفاتها المستفزة. رمت الكوباية اللي في إيديها على الأرض، وبعدين حست إنها مش زعلانة كفاية، فدفعت كل الكبايات اللي على البار. ما كانتش فاهمة إن رمي الحاجات مش هيخليها تحس أفضل. ليه الجدة لسه بتعمل كده؟ وانسو سألت حماتها لو كانت عارفة إن ابنها بيخونها، لكنها ردت إنها كانت عارفة. في الحقيقة كل ده كان مرتب من قبل حماتها. كانت عايزة وانسو تطلق ابنها، بس ما قدرتش تتخلص منها. وانسو حذرتها ما تفكرش في الجماعة لو اضطرت للطلاق. الجدة مش هتقدر ترتاح برضو. واضح إن وانسو عندها حاجة على حماتها. المشهد اتغير، ووانسو كانت بتشرب علشان تنسى همومها. من غير ما تحس، كانت شربانة شوية. دويون اللي كان ماشي قدامها شافه.
بشكل عام كحارس شخصي ما كانش المفروض يهتم بده، لكن ما قدرش يسيبها. فكر ورجع تاني. في اللحظة دي وين سو خرجت من المطعم. لما دويون شافها متكئة راح يساعدها، لكن وين سو ما اهتمتش بيه. راحت للمصعد وهي تايهة. بس أول ما باب اتقفل وين سو فتحت باب المصعد تاني وبصت لدويون قدامها، ونواياها كانت واضحة. دويون تردد كام ثانية ودخل المصعد، بعدين مسك ايد وين سو ونزلها. الاتنين راحوا على باب الأوضة على طول من غير ما يتكلموا. في اللحظة دي بطاقة الأوضة وقعت على الأرض. في الحقيقة دويون ما كانش قصده يستغل الوضع، هو كان بس عايز يودي وين سو على أوضتها بأمان. بس لما كان هيخرج حد دق على الباب. كان جوز وان سو. بالغلط شاف بطاقة الأوضة اللي كانت سايباها على الباب، كان هيحنط عشان يلمها. فجأة رئيس الأمن ظهر وقال إن الست وان سو شربت واين كتير ونامت. لما سمع جوز وان سو ده مشي زعلان، والاتنين في البيت ارتاحوا جدا. الوقت مر وكل الأنشطة خلصت. دويون رجع مع فريق الأمن للفيلا في سول، وأثناء ما كانوا بيتكلموا دخلت حارسة ست وقالت إن وان سو عايزة تشوف دويون. دويون جمع حاجته وكان على وشك يروح. هو بالغلط خبط الصور اللي كان واخدها مع زميله، وافتكر إن زميله كان قايله حاجة عن الصور دي. لما بدأ يبص فيها كويس اكتشف فلاشة مستخبية، ولما فتحها لقى عليها 3 فيديوهات شكلهم ليهم علاقة برئيس الشركة اللي مات. دويون راح بسرعة لوان سو وقال لها إن في ناس بتحاول تخلص منها وإنهم محترفين جدا. وان سو وصدقتوش وقالت له يثبت كلامه. ساعتها اضطر يعترف إنه ما أنقذهاش بالصدفة، وقال لها إن زميله اتقتل بره البلد، والقاتل هو نفس الشخص اللي عمل الهجوم الإرهابي. وان سو ما كانتش عايزة تكمل كلام، قامت تمشي، لكنه مسكها وقال لها ما تثقيش في أي حد حواليكي علشان يعرف يحميها كويس. من 2 هو وزميله أخدوا أوامر من رؤسائهم، واحد اتعين في الحراسة الرئاسية والتاني في المخابرات علشان يحقق في حركة الفلوس السرية بتاعة الرئيس. من 3 شهور زميله جاله بلاغ يسافر يحقق في قضية كانت متعلقة بموت الرئيس القديم واللي كان متوقع إنه اتقتل، بس علشان القضية دي زميلهم اتقتل بطريقة بشعة في بلد تانية. مهما دويون حاول يقنعهم يحققوا محدش سمعله وقفلوا القضية. مقدرش يتقبل الحقيقة فاستقال وبدأ يطارد القاتل بنفسه. تاني يوم وان سو قالت لأخوها بوضوح إنها مش هتكمل تغسل فلوس لعيلة جوزها، وقررت تدير جمعية خيرية. ما كانتش متوقعة إن أخوها يرفض وساب المكتب ومشي. ساعتها فهمت إن ما بقاش في حد تقدر تثق فيه. بعد الظهر راحت بيت عشقها وأكدت لها إنها مش هتتطلق، وكانت مستعدة تدفع مبلغ كبير علشان الست دي تاخد ابنها الغير شرعي وتعيش بيه في سويسرا. بس العشيقة رفضت علشان ابن وان سو مات ومفيش حد شرعي يورث المجموعة، وعلشان كده العشيقة ما تأثرتش بعرض وان سو. في الحقيقة وان سو كانت متوقعة النتيجة دي من الأول، قالت إنها مش هتتطلق وكانت خلاص ناوية تمشي. بس العشيقة وقتها كشفت سر خطير. طلعت جوازة وان سو جوزها كانت مؤامرة. في الوقت ده كانت وان سو حامل ومستخبية في اليابان، وجوزها ارتبط بفنانة مشهورة. الفنانة دي ماتت بجرعة زيادة من البنج، ولو الخبر ده طلع كان هيبقى فضيحة كبيرة، خصوصاً إن خطيبها وقتها كان داخل جوازة مصلحة. لما الست دي عرفت اللي حصل انسحبت فوراً من الجوازة، وساعتها كانت صورة وان سو في المجتمع حلوة جداً، بنت بدأت من تحت وبقت ملاك خير. علشان كده جوزها اتعرف عليها بمساعدة من حماتها. العشيقة كانت حاسة بالذل لأنها استخدمت، أما وان سو فكانت موجوعة في كرامتها لأنها بقت مجرد عشيقة. بالليل جوزها قال لها عايز يتكلم معاها وأكد لها إنه بيحبها جدا. وقتها قلبها رق شوية وقالت له تبعت العشيقة وابنها بره البلد، بس هو تردد. وهنا وان سو فهمت طبيعته الحقيقية. من ناحية تانية العشيقة راحت تشتكي لحماتها. حماتها صرحت فيها وقالت لها إنها فاشلة، وبعدها قالت إنها تجبر وان سو تتطلق. تاني يوم العيلة كانت بتحضر لجلسة تصوير عائلية، ولما وان سو وصلت المكان اكتشفت إن ابن عشيقة جوزها قاعد معاهم. بصت لجوزها من غير ما تقدر تتحكم في نفسها، وجوزها كان واقف كأنه مش فارق معاه. وفي نفس الوقت العشيقة كانت بصة بتكبر وتفاخر. وان سو اتعصبت جدا واتلفت ومشيت. راحت أوضة حماتها علشان تواجهها، بس قبل ما تتكلم حماتها رمت تقرير فحص DNA على الترابيزة وقالت لها إن الولد ده حفيدها، وفكرتها إن ابنها مات من 5 سنين وإنها سمعت كلامها وسكتت على الموضوع لحد دلوقتي. بس عاجلاً أو آجلاً الناس هتعرف الحقيقة.
حماتها كانت عايزاها تعتبر ابن عشيقة جوزها ابنها هي، وانسو رفضت الطلب السخيف ده على طول. حماتها قالت لها ما تشغليش بالك برأي الناس، ولو مش عجباكي ممكن تخلفي طفل تاني. ما كانتش فاهمة بتفكر في ايه ولا في دماغها ايه أصلا. وفي الآخر اتصورت الصورة العائلية والولد بتاع عشيقة جوزها معاهم. دو يون شاف قد ايه الوضع معقد. تاني يوم اتعين دو يون رئيس للأمن. سأل رؤسائه عن سبب وفاة الرئيس القديم، بس ما توقعش إنهم يتوتروا كده. ساعتها فهم إن في حاجة غلط. استغل منصبه وأخد نسخة من فيديو المراقبة، وبعد ما راقبه كويس اكتشف إن الرئيس القديم مات في مكان غير بيته، وده معناه إن موت زميله كان محاولة علشان يمنعوه يحقق. حماتها كانت بتستغل الفضيحة علشان تجبرها تتطلق، وكمان عايزاها تتنازل عن إدارة المجموعة. لما عرفت إن حماتها ناوية تشيلها من مجلس الإدارة، طلبت من أخوها يعلن الحقيقة عن عشيقة جوزها وابنها، وفعلا الإعلام كله قلب على الموضوع. بعدها وانسو عملت مؤتمر صحفي مباشر، الكل كان مستني يضحك على الفضيحة، لكنها طلعت على المسرح بهدوء. كزوجة وعدت الناس إن جوزها ما خانهاش. الصحفيين انفجروا سألوها إزاي تنكر الحقيقة وهي قدامها. ردت وقالت إن الطفل في الحقيقة ابن حماها. الحركة دي مش بس حطت اللوم كله على حماتها، لكن كمان خلصتها من الفضيحة بذكاء، والأهم إنها كسبت وقت علشان تنقذ المجموعة. بعد المؤتمر العشيقة وأمها اتجننوا، كانوا خايفين يخسروا الفلوس اللي مستنيينها، بس ما قدروش يعملوا أي حاجة. بعد الظهر حماتها حذرتها وقالت لها ما تفتكريش إنك كسبتي كل حاجة النهاردة، وأمرتها تستقيل فوراً من رئاسة مجموعة كيان. لكنها فكرتها إن لو اضطرت تعمل كده هتعمل مؤتمر صحفي تاني كرئيسة للمجموعة وتكشف كل حاجة. كانت وانسو مهددة إنها تفضح غسيل الفلوس اللي بيحصل في مجموعة كيان، وقالت لهم لو حاولوا يستخدموا نفوذهم علشان يغطوا على الموضوع الرأي العام مش هيسكت، وساعتها مش هيعرفوا يسيطروا على الفضيحة. حماتها اتعصبت جدا وقالت لها إن أي حاجة هتحصل بعد كده هتبقى غلطتك انتي. بعد كام يوم العشيقة وابنها اتجابوا البيت، والجدة كانت قاصدة تخلي وانسو هي اللي ترتب مكانهم بنفسها. وانسو دخلت العشيقة أوضتها وقالت لها ببرود واضح وجودك في البيت هيبقى جوه الأوضة دي بس، ما تطلعيش منها، ما تاكليش معاهم، وكأنك مش موجودة أصلا. بالليل دويون كان بيحمي وانسو، وفي لحظة الفضول غلب وسألها ليه مصممة تحمي الشركة دي بالشكل ده. وانسو قالت له إن قبل ما حماها يموت وصاها على حاجة واحدة، ما تتطلقيش بسبب موت حفيدك حتى في المستقبل، وقال لها إنها الوحيدة اللي يثق فيها. علشان كده هي وعدت نفسها إنها تفضل محافظة على الوعد ده حتى لو هتخاطر بحياتها. بعد الكلام ده دويون قرر يقول لها الحقيقة. قال لها إن رئيس مجلس الإدارة القديم ما ماتش في البيت زي ما الناس فاكرة، واللي قتل زميله هو نفس الشخص اللي بيحاول يقتلها دلوقتي، واللي دفع فلوس علشان الجريمة عايش معاهم في البيت. تاني يوم علشان تصعب عليها الحياة أكتر، حماتها قالت إن أمها الحقيقية محبوسة في مستشفى أمراض نفسية، وقالت لها إنها ممكن تموت في أي وقت. راحت المستشفى مع أخوها ودويون، بس قبل ما تدخل أوضة أمها سمعت صرخة قوية جوه الغرفة. كانت أم وانسو بتتوسل ليها على سرير الموت إنها تسامحها، رغم إنها كانت بتستخبى في بيت الكرب علشان تهرب من الديون. مهما الديانة ضربوا بنتها ما كانتش بتطلع صوت، حتى وشها بينزف. بس وانسو كانت عارفة إن أمها عملت كده علشان توفر فلوس تذكرتها للسفر، علشان كده قدرت تطلع من الفقر وتبدأ من جديد. لكن قبل ما تقول لها إنها سامحتها الست العجوز ماتت، وانسو صرخت من الوجع على فقدان أمها. دويون افتكر إن في حادثة وجري على أوضة المستشفى، ولما فهم اللي حصل حضنها جامد. وبعد شوية أخوه دخل وقال إن حماتها قلقانة الناس تعرف، علشان كده رفضت العزا يكون علني. في نفس الليلة وانسو رجعت الفيلا وقالت لحماتها إنها لازم تودع أمها بكرة. طبعا حماتها رفضت، قالت لها لو الإعلام عرف السهم هينزل وفي صفقة كبيرة بكرة. الجدة قالت لها لو راحت بكرة هتدخلها هي ودون مصحة. أمها كانت دايما مسؤولة عن المشروع، ومن غيرها المشروع هيقع، علشان كده حماتها متسلطة كده. دويون شايف الحزن في وش وانسو، وبعد التفاوض وانسو كانت بتبص على رماد أمها، ما كانتش قادرة تسيبها تدفن بالشكل ده. راحت أوضة دويون وطلبت منه ياخدها مكان قبل ما يمشوا علشان ما يعملوش مشاكل. دون فك جهاز التتبع من العربية وطلب منها تقفل الموبايل، وفعلا هربوا من الفيلا.
الكاميرا رجعت لبيت وانسو القديم. دون حط دبوس الشعر الصبح في شعرها وربط شعرة الحداد على صدرها. البيت زي ما هو بس بقى فاضي وساكت. وانسو قعدت قدام بيت الكلب وكلام أمها بيرن في ودانها. فجأة لقت نفسها في الغروب. موت أمها خلاها تفتح قلبها لديون وقالت له إن ابنها مات، لكنها قدام الناس بتقول إنه في سويسرا. ديون معرفش يقول إيه، حضنها من غير كلام وهي سندت راسها على كتفه والدموع نزلت من عينيها. بس حصلت مصيبة. كل اللي حصل اتصور بالكاميرا من رجال ديون ولسه بيخلصوا الرماد، والصور وصلت لحماتها. بالليل نادوهم في الصالون. جوزها الحقير دخل وضرب ديون وقال له إنه هيطرده. وانسو ما قالتش حاجة ورجعت أوضتها، بس هي حماتها كانت أدهى منها بكتير. أمرت رئيس الأمن يجي أوضتها، وطلع إن الست العجوز كانت عارفة إن وانسو مش هتوافق تطرد ديون، علشان كده قالت للكابتن ما يسمعش كلام ابنها. في نفس الوقت وانسو راحت أوضة ديون، كانت عايزاه يساعدها تلاقي القاتل الحقيقي اللي مستخبي في البيت. وفي نفس اللحظة حماتها نادت ابنها على أوضتها وقالته إن وانسو عمرها ما وافقت على الطلاق، وإن معاها أدلة كتيرة لو طلعتها هي وهو مش هيبقوا ليهم حق في إدارة الشركة، فما فيش حل غير إن وانسو تختفي من الدنيا. من ناحية تانية ديون وراها تسجيلات الكاميرا لموت الرئيس الشركة القديم وحكالها بالتفصيل عن وفاة زميله. الاتنين اتفقوا يشتغلوا سوا في السر. دون بدأ يتتبع الأدلة بهدوء، وانسو كملت منصبها كرئيسة للشركة. ديون كان دايما شاكك في رئيس الأمن اللي ظهر في الكاميرا لأنه شافه قبل كده وهو مسافر بره، فبدأ يتتبع الخيوط اللي سابها زميله وساب صورته تتسرب لعصابة النجمة التامنة. وبعد أقل من ساعة صورته وصلت لموبايل الكابتن. تاني يوم الكابتن واجه ديون وسأله: انت جاي الشركة ليه؟ دون اضطر يقول الحقيقة. قال له إنه قابله بره وهو بيحقق في موته زميله، وكان شاكك إنه ليه علاقة بموت الزميل والرئيس القديم. الكابتن رد وقال له إن الرئيس فعلا ما ماتش في البيت، سبب موته كان جلطة، بس علشان يغطوا على الفضيحة جابوا الجثة الفيلا. دون ما صدقش الكلام. الكابتن مسكه وقال له ما تبصليش من فوق، وقال له يحقق براحتك، بس لو حصل أي حاجة مش هيقدر يحميه. الناس كانت فاكرة ديون بيخوفهم، لكنه كان بيستخدم نفسه كطعم. لو في مشكلة مع الكابتن هيروح وراه. تاني يوم وانسو كانت في نشاط خيري. السكرتيرة استقبلت رسالة فجأة وقالت إنها لازم تمشي علشان في مشكلة في الجمعية. بعد الحدث عربتهم اتهاجمت بطائرة درون، واللي كانت مشغلاها هي الحارسة اللي بتحمي الرئيسة. وصلت بسرعة بالموتوسيكل وشافت إن وانسو مش بتتنفس. ديون كان غرقان في الدم وسابت المكان بسرعة، لكن دون فاق من الغيبوبة بآخر نقطة قوة فيه. فتح باب العربية وسحب وانسو قبل ما العربية تنفجر. الشظايا دخلت في ظهره، وبعد ما اتأكد إنها بخير فقد الوعي ووقع. نقلوهم بسرعة للمستشفى. حالة ديون كانت خطيرة والعملية استمرت لحد نص الليل. الحارسة كانت واقفة بره بتراقب، وبعد شوية الدكتور قال لرئيس الأمن إن العملية نجحت بس لازم يفضلوا متابعين حالته. الحارسة سمعت الكلام، ومن ناحية تانية وانسو فاقت من الغيبوبة. ما عدا شوية كدمات بسيطة، حياتها مش في خطر. أول حاجة قالتها لما فاقت كانت تسأل عن يون عامل إيه، بس جوزها الحقير قال لها إن المستشفى كلها مليانة صحفيين، ولو مش عايزة تتصوري الأحسن تفضلي نايمة في السرير بهدوء. في الوقت ده الحارسة شغلت الممرضة اللي كانت في الوردية وكانت ناوية تقتل ديون. الراجل اللي عدى بص على دون، اكتفى ببصة سريعة ومشي من غير ما يقول ولا كلمة. الحارسة كانت هتتحرك تاني، لكن خدت بالها إن في كاميرا فوقيها، ما قدرتش تعمل حاجة واضطرت تبلغ إن مهمة الاغتيال فشلت. تاني يوم رئيس الشرطة ادعى الفيلا. الحماة ضغطت عليه علنيا قدام الكل وقالت له إنها عايزاه يمسك القاتل الحقيقي بسرعة. وهنا في تفصيلة مهمة، لما جابت سيرة الضرب والتفجير بصت مخصوص للأستاذ هان اللي كان قاعد جنبها، وبعد ما خلصت كلامها الأستاذ هان ادى للمدير ظرف أحمر كبير وقال له بلطف إن فشلك في القبض على المجرم معناه إنك فاشل، ولو ما مسكتوشي يبقى عندك عيون ومش شايف. كل مرة وانسو بيتهاجم عليها أو بيحاولوا يقتلوها أسهم الشركة بتقع من 5 ل10 نقط، علشان كده لازم موضوع التفجير يتحل بسرعة. المدير فهم التلميح وقال لهم إنه هيلبس الجريمة للأمريكان. في الناحية التانية وانسو راحت أوضة ديون في المستشفى، لكن اكتشفت إنه مش موجود. ديون كان استخدم معارفه وجاب تسجيلات الكاميرات من مكان الجريمة. في نفس الوقت جوزها الحقير قال للكابتن يبعت له 70 رزمة دولارات تاني.
الكابتن بدأ يشك وقال في نفسه مش هو ده اللي ديون اتكلم عنه قبل كده؟ ممكن فعلا يكون موت زميله ليه علاقة بالعصابة دي؟ في العصر وانسو كانت خلاص هتخرج من المستشفى، بس قبل ما تمشي دخلت أوضة ديون وبنبرة فيها شوية غضب وشوية وجع. قالت له إزاي كنت مهمل كده؟ كانت سنتيمتر واحد وتخترق الرئة. دون ابتسم وقال لها اللي خلاني أتصرف كده هو قلبي مش عقلي. في اللحظة دي قلب وانسو وقع تماما. الراجل اللي قدامها اللي ممكن يضحي بحياته علشانها يستاهل إنها تحافظ عليه. ودون كمان حس بنفس الإحساس، ماسك إيدها ومحدش فيهم اتكلم، اكتفوا إنهم يقربوا من بعض في صمت. تاني يوم وانسو طلبت من أخوها يسلمها دفتر الحسابات من تاني. المرة دي اعترف إن في دفترين اللي معاها متعدل، ومن يوم ما بقى هو المحاسب الرئيسي للمنظمة أي غلطة تحصل هيبقى هو اللي هيتلبس فيها. الليل جه وحماتها راحت تخبط على أوضة السكرتير هون، وفعلا طلع إن علاقتهم دي شغالة بقالها سنين طويلة. ابنها الحقير شاف كل حاجة وهو صغير. في مرة سأل أمه طب يا ماما لو بابا عرف؟ ردت عليه بكل برود هو عارف من زمان. من وقتها المشاكل اللي في العيلة أثرت جامد على الولد الحقير ده، بقى يجمع فلوس من وراهم في السر شكلها علشان يواجه بيها الأستاذ هان. بعد يوم ديون رجع المكتب، قائد الفريق ده وقال له إن الحقير بعت فلوس كاش تاني، وقال له كمان هو قريب من الرئيس ومتهيأ ليه هو مش ورا الموضوع ده. بالليل وانسو شافت ديون قاعد بيفكر، دخلت أوضته قالت له إن نظام المراقبة بتاع الفيلا كله في أوضة مدير البيت، وأضافت في حاجة كمان عايز أسألك عنها، الأستاذ هان هو اللي ماسك دفتر حسابات المجموعة. لكن دون لاحظ إن جسمها لسه متربط بالشاش، فقال لها روحي ارتاحي شوية، بس في الحقيقة هو كان فاهم هي ناوية على إيه. تاني يوم وهو مدير البيت بيعد الخضار، دون دخل أوضته من وراه، شاف في الكاميرا إن الأستاذ هان بيستعد يخرج. الغريب إن كل مرة قبل ما يخرج بيحط روج. دون راح عند بابه بس الباب محتاج كود دخول. في الوقت ده الحماة والأستاذ هان كانوا قاعدين بيناقشوا المشروع. المربية جابت لهم 3 كوبايات مية. خد باله إن واحدة فيها آثار روج، أكيد دي بتاعة الحماة، التانية فاضية غالباً بتاعة ابنها الحقير، أما التالتة فيها روج شفاف ومع ميول الأستاذ هان غالباً دي بتاعته. دون خد البصمات فوراً وطبع بصمة مزيفة ودخل شقة هان في ثواني. لكن لسوء حظه الحارسة الست شافته وبلغت على طول لأنها بتشتغل لحساب هان. لما الأستاذ هان عرف جري على بيته بس ما لقاش حد، راح يتأكد من المكتب والخزنة واطمن إن مفيش حاجة ناقصة. بس بعد شوية افتكر مكان تاني، راح على الرف اللي في الركن وهناك اكتشف إن دفتر حسابات المجموعة اختفى. اتوتر لكن بسرعة جات له فكرة شيطانية. في نفس الوقت دون كان رايح لمكتب وانسو ومعاه الدفتر، وقبل ما يتكلموا دخل المدعي العام ومعاه رجالة. كان ماسك أمر تفتيش وأمر قبض فوري، وقبض على أخو وانسو بتهمة الاستيلاء على أموال المؤسسة بشكل غير قانوني. واتضح إن اللي بلغ عن العصابة هو ابن الحماة التاني. الأستاذ هان اتجنن لأن اللي اتقبض عليه هو الشريان الرئيسي اللي بيغذي المنظمة. أما وانسو فكانت في قمة القلق بعد ما شافت أخوها بيتسحب قدامها. دون قعد جنبها يطمنها ويحاول يهديها، هو ما قدرش يمنع نفسه من إنه يمسك إيدها. جوزها شافهم وكان متوتر جدا. بعد شوية وانسو راحت غرفة التحقيق، لكن قبل ما تتكلم أخوها قال لها ما تقلقيش. حاول يبين إنه هادي وقال إن شريان المجموعة الرئيسي في إيده. في اللحظة دي الأستاذ هان دخل من الباب. الأخ بإشارة من عينه طلب من وانسو تمشي. هو كان عارف نواياه من الأول وقال إنه هيتعاون ويتقبل التحقيق، بس محتاج صلاحية الدخول لكل الحسابات المجمولة اللي باسمه. فكروا إنه عنده لستة فيها 550 حساب. بعد ما سمع الكلام ده الأستاذ هان قرر يتصرف بسرعة. في الآخر اتفقوا هم الاتنين. تاني يوم الصبح بدري المحامي هان قال لحماته إن أخو وانسو هو اللي هيتحمل المسؤولية وهيخرج بكفالة من النقابة. من ناحية تانية دون كان بيقلب في الدفاتر واكتشف إن كل أموال المؤسسة الخيرية متوقعة من نفس الشخص واللي هي حماة وانسو. في نفس الوقت الحماة نادت وانسو وسألتها قدام الكل عن علاقتها مع الحارس ده. لما وانسو رفضت تتكلم الأستاذ هان قال بصراحة إن دفتر الحسابات بتاع المجموعة اختفى وفي شهود شافوا الحارس هو اللي سرقه. الحما وقتها حطت صورة ليهم وهم بيحضنوا بعض على الترابيزة، فوانسو اضطرت تعترف إنها هي اللي طلبت من دون يسرق الدفتر وقالت إنهم مش بينهم علاقة. قبل ما الحما تعصب المحامي هان قال إنه فاهم تصرفها وسألها إذا كانت واثقة في دون فعلا. قال لها إنه معاه الدفتر
وهو أكيد اللي هيبلغ النيابة. ساعتها الجدة قالت فجأة إنها عايزة تخلص من دون، وإلا أخو وانسو هيدخل السجن. الجدة كانت غاضبة جدا وصرخت في وانسو وقالت إنها مهووسة براجل. قالت إنها كانت شايفة الصور من زمان وفكرت إنك كنتي بتلعبي وهتبعدي شوية، بس ما توقعتش إنك تتعاوني مع غريب وتسرقي الدفتر. المحامي هان قال إن أخو وانسو هو اللي رباه ومستحيل يخون المنظمة، وإن الجماعة مش هيسيبوهم. بعد كل ده وانسو بدأت تشك فعلا الكلام اللي قاله المحامي منطقي، فقررت تتأكد بنفسها. بعد ما خرجت الأستاذ هان وعد إنه هيتصرف. بالليل وانسو طلبت من دون يقابله على السطح، قالت له يثبت إن القاتل هو نفس الشخص اللي قتل صاحبه أو يرجع الدفتر. دون قال لها إنه راجع الدفتر كويس جدا. الوضع الحقيقي طلع غير اللي كان فاكره خالص. كل الفلوس السرية في الآخر اتنقلت باسم حماته، ولسه محدش عارف السبب الحقيقي. لما سمعت التفاصيل هي كانت ناوية تشيل كل اللوم على نفسها، لكن ما كانتش متوقعة إن دون يمنعها. قال لها طول ما الدفاتر معاه محدش هيقدر يأذيهم. بس وانسو كانت خايفة على حياة دون. دون رد وقال إنه هيحمي نفسه وهينقذها من الجحيم اللي هي فيه. في نفس الوقت العشيقة ما كانش فارق معاهم، فاتفقت مع أمها على خطة. تاني يوم الأخبار نزلت بتقول إن النقابة متهمة باختلاس أموال. خافت إن النقابة تتورط فطلبت من المحامي هان حل. المحامي هان اقترح يطلعوا إشاعة إن وانسو على علاقة بالحارس الشخصي بتاعها، ووقتها المتبرع الملاك هيتنازل عن منصبه في مجلس الإدارة لوحده، وبكده يضربوا عصفورين بحجر. بس الحقيقة إن الأستاذ هان كان بيعمل كده لهدف تاني، لأن رئيس النقابة القديم قبل ما يموت عمل وصية في الخارج ومحدش يعرف محتواها، لكن الدليل الوحيد كان رايح ناحية المؤسسة الخيرية، وعلشان كده كان لازم يتخلص من وانسو. بعد الظهر الحمى كلفت وانسو ودون إنهم يعملوا شغل خيري في منطقة بوسان، وهم مش عارفين إن الحارسة الست بتراقبهم في السر بأمر من الأستاذ هان. كانت مكلفة إنها تقتل وانسو أول ما تمسك دليل على خيانتها، وبعدها تلزق التهمة على دون. بالليل الاتنين باتوا في الفيلا اللي النقابة حجزتها ليهم من غير ما يعرفوا إن كل الحراس اتشالوا ما عدا دون. في نفس الوقت الحارسة جهزت الصورة المفتاحية واستغلت لحظة تفتيش دون علشان تقتل وانسو. أثناء دورية دون الحظ كان مع وانسو، لأن دو يون ظهر في آخر لحظة وقال لها تهرب من الشباك وهو هيتعامل مع الحارسة. بدأت معركة بينهم. دون قاتل بكل قوته وفضل يضرب فيها لحد ما رماها في المية الجارية، بس دون كان خايف يكون في قتلة تانيين، فجمع آخر قوته وركب المركب وطلع بيها المكان آمن. تاني يوم الصبح وانسو صح دون اللي كان مصابه ضعيف، كانت قلقان عليه جدا، وهو كمان كان بيسألها لو اتعورت، ووعدها إنه هيحميها مهما حصل. في الجهة التانية جوز وينسو وصل للفيلا بس ملقاش مراته. الكاميرا بتتحرك وبتوري وينسو وهي بتتقلب في النوم ومدت إيديها على رجل جوزها. بقالهم كتير ما عملوش تصرف بسيط زي ده. جوزها ما كانش عارف يفرح ولا يزعل. يفرح علشان مراته بقت حنونة فجأة، ولا يزعل علشان فعلا ممكن تكون على علاقة بالحارس الشخصي. وقت الظهر وينسو وجوزها حضروا مقابلة تخص تبرع خيري، وكانوا باينين كأنهم زوجين في منتهى السعادة. لكن في الحقيقة وينسو كانت كل تفكيرها في دون اللي واقف بيحرسها. قبل كده وهي بتعالج جرحه كانت متخيلة إنه اتعور في الشجار، بس لما شافت الجروح بعينيها اتصدمت. الجروح القديمة مع الجديدة كانت بتطعنها في قلبها. دون فهم إن البنت اللي بيحبها هتلوم نفسها، فمسك إيدها وقال لها إنه لاحظ حركات القاتل، وبما إن الدفتر كان معاه فهو الهدف الحقيقي من محاولة الاغتيال. افترض إن اللي محتاج الدفتر هو اللي ورا كل ده، وقال لها تفكر لو هي ماتت مين هيورث المؤسسة. وينسو رجعت وفكرت وقالت أكيد أخو جوزها، بس هي عارفة إنه مش على وفاق مع حماتها، وكمان ما يعرفش حاجة عن الفلوس السرية. كان في حاجة تانية دون مش فاهمها، ليه المحاسب الأسود متسجل باسمها وهي مش المسؤولة، خصوصاً إن المحامي هان هو اليد اليمنى لحماتها. فقال لها تسأل جوزها سؤالين علشان يضيقوا دايرة التحقيق في القتل. لما وينسو سألته إذا كان أخوه ابن غير شرعي، وشها شاف تعبيره اتغير تماماً. باين جداً إن الإشاعة عن ابن غير شرعي مش كذب، وده بس بيأكد ليه حماتها بتكره ابنها التاني. دون سأله سؤال تاني عن وفاة الرئيس القديم، وبعدين وينسو سألت جوزها إذا كان أبوها اتقتل عن طريق الدولة، وده بيأكد تقريبا إنه عارف سبب وفاة أبوه. في نفس الوقت الحمى أمرت المحامي هان إنه يفضح خيانة زوجة ابنها. هي عايزة تتخلص من وينسو حتى لو اضطرت تختلق دليل. كمان المحامي هان اكتشف إن دون كان شغال كحارس شخصي للتحقيق في وفاة زميله، والزميل الميت كان بيحقق في وفاة الرئيس القديم. بعد كده ذكر حماته إنه لو وينسو ماتت الفلوس السرية اللي سابها الرئيس القديم هتتوزع بطريقة مناسبة. في الظهر
الأخبار كشفت خيانة وينسو. جوز وينسو اتجنن ومشى لحماته يسألها ليه عملت كده، لكنها فسرت إنه عملت ده علشان كانت خايفة إنه يشك. بالنسبة للصور هي كانت خايفة وينسو ما تتطلقش، علشان كده عملت ده سراً. الجوز حذر أمه إن مراته مش شخص وسخ، وإن هو نفسه مش هيسيب الطلاق يحصل. الحماة ما فهمتش ليه ابنها اتصرف ضدها، وما كانتش عارفة إنه كان مهووس باللي حصل زمان، وما قدرش ينسى لعبتها مع المحامي هان، ونتج عن ده خناقة كبيرة بين الأم والابن. على أي حال جوز وينسو بيحبه هلا بكل قلبه، ومش هيسمح لأي حد يضايقها حتى لو كانت أمه. بالصدفة عشيقته سمعت خطابه المليان حماس، وفي الليل خدت ابنها وسابت الفيلا بعزيمة. حست بالاختناق من حد مش بيحبها. في نفس الليلة دون تسلل لبيت المحامي هان وغرس كاميرا مخفية في الساعة، وفي المرة اللي فاتت كاد يلتقط تركيبة الخزنة. جواه كان فيه مستندات وشهادات كتير، ودون بالصدفة لقى واحدة منهم. في المستند هان أوكل كل أمواله لابن الحماة التاني، وفهم على طول إن الابن التاني هو الابن البيولوجي للمحامي هان. في الليل جوز وينسو بعت حد يودي دون للقبو، وشال بندقية وشالها على دماغه، وسأله دون وصل في وينسو لحد فين. هو قال إن ضميره مرتاح وكمل يحكي القصة كلها. فكر جوزها إن الرئيس القديم اتقتل على إيده واحد من اللي حواليه، وموت زميله دليل قوي على كده. الجوز ابتدى يغضب أكتر وأكتر وعايز يضرب دو يون لحد ما يموت. وينسو ركضت للقبو في اللحظة الحاسمة دي، لكن دو يون طلب منها تهدي. بعدين وينسو مدت السلاح على نفسها. جوزها ما كانش متخيل إن حبيبته ممكن تضحي علشان الحارس الشخصي. سأل وينسو لو الحارس بيحبها برضه، نصحها ترجع لعقلها. في الآخر الراجل اللي كله حب نزل السلاح. لسه بيحب مراته. بعد أسبوعين جه المحامي اللي قلوله الرئيس القديم لكوريا الجنوبية، قرأ الوصية قدام العيلة كلها. قال إن الفلوس الغير شرعية اللي الرئيس جمعها في حياته بتوصل 18 تريليون، وكل المبلغ ده هيتسلم لمؤسسة زوجة ابنه الخيرية. الحما وابنها الصغير اللي ما يقدروش يورثوا الفلوس فكروا يعملوا خطة. في الأول الابن الصغير اقترح إن الأم والابن يقسموا الفلوس نص ونص، لكنه ما كانش عارف إن حماته ما تعتبروش من العيلة أصلاً. قالت إن الابن الكبير هو اللي هيرث الشركة في المستقبل، فلابد إن الفلوس كلها تفضل عندهم. الابن الصغير محبش الفكرة. الابن الكبير اللي كان ساكت طول الوقت نبه أخوه الصغير وقال له إنه مجرد طير في إيدهم، وكشف إن موت الأب ما كانش حابس. الكلمات دي خلت ملامح الابن الصغير تتوتر. رغم إنه خسر المعركة، لكنه هدد أخوه الكبير وقال له لو ما دفعش نص الثمن هيقول الحقيقة كلها عن اللي الأم والابن عملوه. بعد كام يوم وينسو رجعت الفلوس غير الشرعية للبلد ومعاها دو يون. لاحظ بالصدفة إن طريقة مشي الحارسات الستة شبه جدا طريقة المشي بتاعة القاتل اللي قتل زميله، خلى الموضوع يشك فيه شوية. وفي الوقت ده حماتها لما عرفت إن وينسو رجعت اقترحت على الأستاذ هان إنه يستخدم أخو وينسو عشان ينظف الأموال غير الشرعية. بالطريقة دي البنت مش هتعرف تفلت. بعدين باسم الابن الكبير نعدل حصص الشركة، وبشوية حركات بسيطة نخلي الابن الكبير يرثها، وبعد كده نلصق تهمة المحاباة على أخو وينسو. لما سمع الأستاذ هان خطة حماته اتضايق جدا علشان ابنه ما خدش أي حاجة من الفلوس. الحمى صرخت وقالت إن الأب والابن دول خداموا حاجتين ولازم يشكروا على اللي معاهم، وكمان كانت عايزة تعرقل مستقبل ابنها الكبير. من الناحية التانية وينسو وأخوها ودو يون كانوا قاعدين يخططوا. دو يون اكتشف إن الابن الصغير في الحقيقة هو ابن الأستاذ هان والحما، وبيتهيأله إن علشان كده ما قدرش يورث ممتلكات المجموعة، فقرر ينتقم من النقابة. هو اللي كان ورا موت ابن وينسو، والأستاذ هان كان بيساعده علشان خاطر ابنه. واتضح إن الرئيس القديم اتقتل على إيد ابنه الصغير بطوب الذهب. الأستاذ هان جري على مكان الحدث فوراً، وبعد ما حلل الموقف أمر ابنه يخلق حجة غياب، وبعدها زور الدليل كأنه الرئيس مات طبيعي. بعد 3 أيام وينسو وأخوها خلصوا عملية غسيل الفلوس الغير شرعية، وتقابل أخوها مع الأستاذ هان تحت الكوبري. دو يون كان مسجل المحادثة سراً، لكن الأستاذ هان كان حذر جدا، ومهما حاول يطلع منه كلام ما قدرش يمسك عليه حاجة واضحة. ولما دو يون افتكر إن الخطة فشلت، فجأة ظهر قاتل طعن أخو وينسو. دو يون بسرعة طلع خنجره وجرى وراه وطعنه بكتفه الشمال، بس فجأة أدرك إن أخو وينسو ممكن يموت لو سابه، فخده على المستشفى على طول، لكن بسبب فقدان الدم الكتير ما قدروش ينقذوه. بعد كام يوم في جنازة أخو وينسو، مرات أخوها فجأة ادت لدو يون فلاشة، لأن أخو وينسو كان قايل لها لو حصل له أي حاجة
تسلمها لدويون. بعدها دويون حط الفلاشة في خزنة الأستاذ هان، وكان متأمل إن مرات أخو وينسو تبلغ النيابة عن النقابة. تاني يوم النيابة قبضت على الحما بتهمة الاستيلاء الغير قانوني على فلوس النقابة، وساعتها الأستاذ هان بدأ يحط خطة من أول ما ابنه ما قدرش ياخد نصيبه من الميراث. بس المدعي العام وهو بيفتش بيت الأستاذ هان، الحارسة اللي كانت دايما معاه ظهرت فجأة، ولما شافت دويون جريت على طول، فدويون جري وراها، وبعد خناقة عنيفة تأكد إنها هي القاتل اللي قتلت زميله والرئيس، فسلمها بالشرطة. بعدها راح على طول للأستاذ هان وقال له إن الحارسة مش هتعرف تدافع عن نفسها قدام الأدلة، وقريب هتعترف مين اللي ورا الجريمة. بس الأستاذ هان قال له إن دي تهمة باطلة مفيش دليل قاطع، وقال له لو قادر تعمل حاجة اعملها. في فلاش باك الأستاذ هان طلع طوبة الذهب اللي قتل بيها الرئيس من الحديقة، وبعدها راح يقابل الحما اللي كانت بتستجوب، وقال لها إن هو اللي ورطها انتقاما منها. هي ما فهمتش ليه أصلا قرر يخلف منها، فقال لها علشان ينتقم. بعدها الأستاذ هان طلع طوبة الذهب وحطها على الترابيزة، وهددها إنه هيغير القاتل الرسمي ويخليها هي، لأن الطوبة عليها دم جوزها وبصمات ابنها الصغير. الست الكبيرة ما كانتش مصدقة قد إيه المحامي اللي كانت بتثق فيه طلع مرعب كده. السكرتيرة سمعت الخبر بسرعة، والست الكبيرة اعترفت بالجريمة. في نفس الليلة ابنها الصغير رجع الفيلا فاضل إيدين. أول حاجة عملها إنه طرد كل الخدم، وبعدها قتل أخوه الكبير في نوبة غضب. وينسو كانت راجعة من سفر وشافته، وفي آخر القصة الأستاذ هان زي كل مرة لبس التهمة لوينسو، لكنه ما كانش عارف إن ابنه مهربش. دويون لقيه بسرعة وسلمه للشرطة، وبالأدلة اللي سابها أخو وينسو واعتراف الحما اكتشفوا إن الأستاذ هان هو اللي دبر ودفع تمن الجريمة، والخير دايما بيرجع لأصحابه والشر ليه جزاؤه. وكده تكون خلصت حكايتنا اللي كانت مليانة خيانة وانتقام وعدالة في الآخر. القصة دي بتفكرنا إن مهما الشر كبر الحق دايما بيظهر في الآخر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتكتب رأيك في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.